يا ترى ايه اللي بيحصل في المنيا في واقعة مأساوية جديدة؟ 10 أشخاص من أسرة واحدة في قرية هور التابعة لمركز ملاوي في المنيا دخلوا المستشفى بعد ما ظهرت عليهم أعراض زي السخونية والترجيع، ولسه من ساعات قليلة واحد منهم فقد حياته للأسف. الموضوع بقى مرعب أكتر بعد ما افتكرنا حادثة دلجة اللي مات فيها أب و6 من أولاده من شهر بس. يا ترى ايه اللي بيحصل؟ أنا دكتورة هند السرفي ودي قصة النهاردة. في واقعة مأساوية أصيب 10 أشخاص من عائلة واحدة بينهم أطفال وسيدات باشتباه تسمم غذائي، وده كان في قرية هور التابعة لمركز ملاوي جنوب محافظة المنيا، وتم نقلهم إلى مستشفى ملاوي العام لتلقي الإسعافات الأولية. ودي قايمة بأسماء المصابين في حادثة التسمم واللي كانت بتتراوح أعمارهم من 8 سنين ل 50 سنة. غرفة عمليات النجدة تلقت إخطار بيفيد بتعرض أفراد أسرة بالكامل للتسمم بالقرية. على طول اتنقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وتبين إصابة 6 أشخاص في البداية قبل ما يرتفع العدد ل10 أشخاص من نفس الأسرة. بعدها تم نقل المصابين لمستشفى ملاوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم اختار النيابة العامة اللي تولت مباشرة التحقيقات. ومن ساعات قليلة جدا لفظ أحد مصابي حادثة تسمم 10 أفراد من أسرة واحدة من قرية ملاوي أنفاسه الأخيرة، وده كان داخل مستشفى ملاوي التخصصي جنوب محافظة المنيا. وأكد مصدر طبي إن حالة المصابين ال9 الآخرين اتحسنت وغادروا المستشفى بعد ما تلقوا الرعاية الصحية، وإن الموضوع كله تسمم غذائي مش أكتر. والجدير بالذكر إن حالات التسمم في المنيا تحديدا بقت بتثير الذعر بعد حادثة قرية دلجة، واللي توفى فيها أب وأولاده ال6 بالكامل من شهر بس، واللي تم التوصل لسبب الوفاة وقتها إنه ناتج عن تسمم بمبيد حشري. وقال الدكتور محمد إسماعيل عبد الحفيظ أستاذ علم السموم بكلية الطب جامعة المنيا، واللي تابع حالة الضحيتين ال5 وال6 رحمة وفرحة، إن الأعراض اللي ظهرت على الضحايا كانت بتطابق تماما مع التسمم بمبيد زراعي معروف باسم الكلورفينابير، واللي بيستخدم كمبيد للآفات الزراعية. طب ايه هو الكلورفينابير؟ هو مركب كيميائي بيصنف كمبيد حشري غير تقليدي، وبيستخدم لمكافحة الآفات في الزراعة وبعض الأحيان في مكافحة الحشرات في المنازل. بينتمي المبيد لعائلة البايرولز، وبيعمل بطريقة معقدة على تدمير الخلايا الحيوية داخل الحشرة، وده بيؤدي لشللها ثم موتها خلال فترة بتتراوح من 2 ل5 أيام. طب ده في جسم الحشرة، طب لو دخل جسم الإنسان؟ المشكلة إن المادة دي لما بتدخل جسم الإنسان بتتحول لمركب سام جدا بيعطل إنتاج الطاقة داخل الخلايا، وتحديدا في الميتوكوندريا، ودي محطة الطاقة في الجسم. ومع استمرار التعرض بيبدأ الجسم في الانهيار تدريجيا، ده دون ظهور أعراض فورية. والأخطر إن مفيش علاج أو دواء للسم ده، يعني حتى مع الرعاية المركزة نسبة الوفاة بتوصل ل 80% حسب دراسة منشورة في الكلينيكال توكسيكولوجي في سنة 2018. وأخيرا نتمنى السلامة لكل إخواتنا في المنيا وعدم ظهور أي حالات تسمم تانية لأي سبب. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أنا دكتورة هند السرفي ودي كانت قصة النهاردة.